في صباح يوم جميل، فتحت أبواب المدرسة الجديدة أبوابها أمام الأطفال، ناثرة الفراشات في قلوبهم الصغيرة، فالبعض متحمس للقاء أصدقاء جدد، بينما يشعر الآخرون بتوتر البداية. دخل التلاميذ الفصل الواحد تلو الآخر، ليأخذ كل واحد مكانه، منتظرين بداية اليوم بحماس. وقفت المعلمة برؤيتها الحنونة وابتسامتها العذبة، قائلة: أهلا بكم يا أبطال المستقبل. اليوم سنتعرف على بعضنا البعض وسنلعب لعبة التعارف. بيد مرفوعة دعت الأطفال للبدء بمشاركة أسمائهم وهواياتهم. بدأ الأطفال يرون حكاياتهم الصغيرة، فقال علي: أنا أحب أن ألعب كرة القدم، وأضافت سارة بتواضع: وأنا أحب الرسم، بينما أشار محمود بحماس: أنا أحب القراءة. واختتمت ليلى بابتسامة واثقة: وأنا أحب الغناء. بهذه الطريقة اكتشفوا أن بينهم الكثير من الأشياء المشتركة. تحول الخوف إلى ضحك، والقلق إلى فرح، فبدأوا يضحكون معا، واتفقوا على اللعب في الفسحة المقبلة، متشاركين الألعاب والابتسامات. عندما حان وقت الانصراف، خرج التلاميذ من المدرسة وهم يشعرون بسعادة غامرة، يلوحون لبعضهم البعض قائلين: نشوفك بكرة يا صديقي. وهكذا انتهى اليوم الأول في المدرسة، لكنه كان بداية لقصة كبيرة من الصداقة والمرح والتعلم. المغز: الصداقات الأولى يمكن أن تتحول إلى روابط عميقة وتنشئ ذكريات دائمة.